طب ما هي سهله يا جماعه، قصه ومش جديده واتعملت مره واثنين وثلاثه، شخصياته شفناها قبل كده، بس الفكره ان كل حاجه معموله مظبوط وكل واحد في مكانه الصح، فالنتيجه ان كل حاجه طلعت حلوه. مسلسل ابن النادي من تأليف مهاب طارق واللي بقاله سنتين مبدع الحقيقة. الراجل بيكتب في كل جنرا وكلهم بيطلعوا معاه حلوين. يعني عمل جعفر العمدة دراما ستات البيوت بحت، وبعد كده عمل لحظة غضب وحالة خاصة. بس البيك بتاعه بالنسبة لي كان في رمضان اللي فات. الراجل جاب هاتريك بثلاث مسلسلات أحلى من بعض: اخواتي وولاد الشمس وإيش إيش. فخر عرب الدراما. ويا أتمنى هو يبقى فخر العرب أكتر ويجيب هاتريك في السينما ويورينا حاجات عظيمة زي دي. القصة باختصار بتحكي عن شاب مرفه غني بيكره أي حاجة ليها علاقة بالكورة ونادي الشعلة، فباباه بيموت وبيورثه نادي الشعلة، وبيبقى قدامه تحدي إن هو ما يهبطش بالفرقة بتاعته من الدوري. فترى هل هينجح في ده ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه. طب يا ستي، بما ان القصه مش جديده واتعملت قبل كده وطلع حلوه، فلازم نتكلم على التاليف، عشان دي لان اكيد في حاجه احسن. دي معجزة في حد ذاتها أصلا. فتعالى نتكلم على التاليف شويه. يلا بينا. اولا الشخصيات زي ما انت شايفه كده، مرسومة حلوة تنوع قوي في الشخصيات غير طبيعي وجديدة. وفي لاينات كده كوميديا موقف على كوميديا افيه على كل حاجه هتلاقيها. كل ما قلبك دي حقيقة. يشتهيه هيلاقيه، بغض النظر عن شويه لاينات كده بالنسبه لي خيشت، دي هنتكلم عليها في السلبيات. بس في وسط كل الناس دي ان احنا نطلع بثلاث او اربع كاركترات عايشين معانا. بالظبط. كتر خيرك. زي ما بقول لك، احنا لما تيجي تكتبي شخصيه بقى خلاص نادرا لما تلاقي حد بيكتب شخصيه بجد. يعني احنا كنا عايزين نتكلم عن احمد عبد الله ان هو بيكتب شخصيات، كنت لسه بكلمك في الموضوع ده الله يرحمه. ليها تاريخ، انت عارف الشخصيه دي كان تاريخها عامل انا ازاي حاسس ان هنا في وهتتصرف ازاي. شخصيات هتعيش زي تعالي نروح على الشخصيات نفصصهم. بعد كده نبقى نرجع بقى للتاليف في الايجابيات، كابوزيا. عشان هو من وسط الايجابيات. كابوزيا. على تقريبا دي اهم شخصيه لازم نبدا بيها. اهم شخصيه انا بالنسبه لي اهم شخصيه سبب كاركتر. لا غير ان هي كاركتر. انا تبوظه ما كانش من المفضلين عندي في الكبير. لا فانا لما شفته، انا ليا اصحاب شافوا المسلسل قبل ما انا اشوفه، فقالوا لي ده عامل دور حلو قوي. قلت لهم يا جماعه انا طبازه مش من المفضلين عندي، هيقعد بقى ينونو ويسوسو. قلت لهم كده حرفيا. لا، عايز اقول لك حاجه، انا شفت الشخصيه كده اول حلقه قلت اصل انا شفتها قبل كده. شفتها فين؟ في سيكو سيكو. هولندا. شفتها في هولندا. فقلت ايه، لا مش هتضيف كتير، انت بتقلد وخلاص. لا، الشخصيه ضايفه، الشخصيه معاك على مدار 10 حلقات، في طريقه، في حاجه يعني اختلف. يعني شبهه بس اختلف. وانا بقلق منه. يعني انا بتفرج اول ما بيرسم الخط اللي انا المفروض ما اعدهوش، فلا يا جماعه لا نهدى بقى. انا مش هعدي معاه الخط. فنهدى علشان انا خايفه بجد. مش هعدي المكان ده. فده معناه ان هو رسم الشخصيه حلو قوي. لا، وميزه الشخصيه دي ان في حد سنده. حاتم صلاح. بالظبط. انا مكمل معاك في العبث. في بينج بونج معاهم كده. انا مش هسيبك تعبس لوحدك. انت بلعب، انا بحط عليك شويه بس. يعني في بينج بونج ما بينهم. في بينج بونج ما بينهم حلو. التاريخ يشهد. ماشي. البينج بونج شايلين بعض، فاهماني؟ يخش على لاين بعض كده بيبقوا تحفه الصراحه. على فكره هو حاتم صلاح كابتن ريجن. هو برضه بيخاف من كابوزيا. بيخاف من كابوزيا بس ما بيبينش اللي هو ايه. لما بيخشوا يتصدموا مع بعض بتجيب ورا، فجبت ورا. بس انا لازم دايما حسيته انا معاك. انا عبس براحتك. بالنسبه لي يعني كشخصيه فكره ان هو سايبه اصلا يضرب اللعيبه بالكرباج في الملعب. ايه يا جماعه؟ لا، تعالي نروح بقى لحاتم صلاح. يا ريت. يعني بما اننا طلعنا من بوزيا لحاتم صلاح، نروح لحاتم صلاح. كابتن ريجن. يعني كابتن اعرج. لا ما تقوليش اعرج، رجله بتوجعه. ما اسمهاش اعرج، اسمها بزك زكه خفيفه. راجل بيزك زكه خفيفه. رايح يدرب فريق كوره، اللي هو انت عمرك ما لعبت كوره في حياتك. لا وشخصيته قويه جدا مع مراته الاثنين. لا، وانت هو مش مطلع لك شخصيه تافهه وخلاص. لا هو عنده، خلي بالك، مش غبي، ابعاد، وعايز يكسب وطموح وعنده فكر. متجوز 2. مشينا على العجين ما يخبطوش. يعني صبرنا عليها قوي. يعني هو بيطبخ ويمسح في البيت وبعد كده يروح يطبخ ويمسح في النادي. بس يعني صاحب مواقف اللي هو مش قلنا انا مخسره تقف تقولوا لي عشان انشر ايه. ايوه ايه الرجوله دي. راجل نزيه. يعني كاركتر. انا بحب الممثل ده قوي بصراحه. ما عملش حاجه خيشت، واتمنى ان هو ما يعملش حاجه. انا ما شفتش نفادي.
دوره في على باب العماره. انت قلتي لي في اخواتي كان اخواتي تحفه، انا يا لسه ما اتفرجتش على اخواتي لهوي. بس انا هتفرج عشانه هو يعني. انت تتخيل ان حاتم صلاح ده يديك مشاعر حب وانت تصدقه مع كندا علوش؟ اصلا انا قلت لك كندا علوش وحاتم صلاح، انت اصل انا بالنسبه لي ازاي كندا يعني؟ بس مش عايزين نخرج بره لا اتفرج، ومعلش ده مش موضوعنا، بس بما انه لا هو موضوعنا مهاب طارق. اه والله العظيم هو نفس هو طلع الكتابه موضوعنا. هو طلع فهو طلع موضوعنا. موضوعنا فعلا. فمعنى يعني كان مش عارفه كان اسمه ايه بصراحه، مش فاكره كان، بس احنا هنكتب برضو هنا. دوره في اخواتي كان رهيب. عيطك اقسم بالله. انا تخيل ان خلاص حاتم ما صلاح تحرقليش، يعيطك. خليني اتفرج يا ده وليه، مش في ايه موضوعنا اصلا. غير بجد. مش موضوعنا، احنا انسرحنا ما شويه. استني، ماما مش بيتكلم عن باين ان مسلسل انا بحب اخواتي حاتم هنا. صلاح ولا ما زوج. خلاص يعني الراجل ما عليه. تعالى مش نخش في ده نوع الشخصيه اللي الحب. بعده. اوكي. تمام مم. نخش في الشخصيه اللي بعده. يلا احمد ابو حميد. صيام. صيام. يعني كاركتر انا مش متوقع منه. انا شفته في سيكو سيكو كان طالع لقطتين كده 3 لا هنا طالع صديق البطل الطيب. اللي انا بيحب اخته معاك بيحب اخته بس مش عارف بغض النظر عن يعني. اللاين بتاع اخته. هنجيلها اللاين ده نسيبه دلوقتي. دورك اوكي جاي. دورك جاي. بس هو كصيام لا جميل جدا. المستشار الاعلامي انا معلش من الفريق. مفضلاتي اللقطات اللي هم بيضربوا فيها بعض هو واحمد فهمي. دي حلوه جدا. والليله بالليل. لا انا اكتر مشهد عجبني لما راح عند اخته تحت البيت وقعد يقلد ما بلاش تمثيل اللقطه دي ابوك بقى لما نزلوا ضربوا تحت. واللقطه الثانيه ليه هو بيحب اخته واخته بتعمل براند موديل البوكسرات. بوكسرات تمام زي ما بيقولوا ماشي. فاحمد عبد الحميد كان حلو اللي هو كان اي بدور صيام. هنخش بقى ايه مني لله والله على اللي مش متوقع منها غير ان هي تطلع حلوه لان هي لذيذه بالنسبه لي. اي سماحه. لذيذه جدا. نادين. الموضوع بسيط وكمان هي ظهرت متاخر. ده بالنسبه لي مضايقني. هو الضحك جاي من اي سماحه ان هي واحده جايه كانت تقريبا في فرنسا او مش عارف في المانيا باين. هي كانت دكتوره نفسيه في نادي في المانيا. لقيت نفسها واقفه مع كابتن ريجن وقاعده مع فريق. عرفت منين؟ بسبب في اللي هو لما طلع ترند لما هو راح الدوري جاب درع الدوري ايوه مش عايزين نحرق قوي. لا انا بتكلم على وضعها هي. العبث جاي من ان هي جايه بعد ما كانت في المانيا جايه تقف مع فريق يحتوي على واحد متشائم ممكن هينتحر. واحد محشش. 2 من افريقيا. يعني كابوزيا واقف لهم بالكرباج. يعني هي بالنسبه لها الموضوع صعب. فاللي هو هو الضحك جاي من هي على طول انا كده. لا وآية سماحة لذيذه الصراحه. انا بص انا مش هضحك عليك. انا لاول وهله قلت هي ليه دورها مش، بس هي جت متاخر. الموضوع ما يحتملش اكتر من كده. بعد 4 حلقات تقريبا يعني. كلهم على فكره ظهروا على هاديه زبادي يعني بالزبط. هو اصلا كابوزيا وحاتم صلاح ظهروا امتى؟ في اخر الثانيه اول الثالثه بالظبط. فاهم؟ فآية سماحة كانت لذيذه. اللي برضو لذيذه قوي البنوت الصغير عسل بجد. عسل. انا مش عارف جت منين. مش طفله قرشانه اللي هو انا بمثل ان انا قرشانه. لا لا انت عندك البنت دي في عيلتك اللي هو اللي مضى اللي هو هي لمضه بس بلذاذه وبذكاء. لا هي فقدت طفولتها بصراحه. هي نسوانه صغيره فقدت بس طفولتها. يعني دي بتكلم كريم من كايرو 24. هي اللي كانت بتبلغ عليهم في القاهره 24. القاهره 24 كريم القاهره 24. لا جميله. تعالي بقى نروح للشخصيات بتاعت الملعب. قبل ما نروح لشخصيات الملعب عشان ناخدهم بقى في الاخر خالص. غفران عشان ضحكتها بالدنيا. جماعه انا بنبسط قوي لما الاقي واحده مزه ودمها خفيف وبتعرف تمثل. ده كومبو رائع. عسل جدا. لا انا عايز بقى اتكلم غير غفران كانت حلوه اللي هي البنت شرقيه اللي كانت بتقول لا اللي كانت بتقول افيهات وحشه دي اللي هي كانت ستاند اب كوميديان فاشل. سنتيا خليفه. يا لهوي بجد. بصوا يا جماعه انتوا لو اتفرجتوا على المشهد هتقولوا ان احنا انتوا مستغربين ان احنا بنقول هي جميله جدا. بتفكرني بالواد مينا اللي بيطلع يقول افيهات ستاند اب كوميديان برد. مش هنقول احنا قلنا الحلقه دي تبقى بردا وسلاما. بس عارفه ستاند اب احنا بنشوف بتعملي سكرول بتلاقي ستاند اب كوميديان رخم قوي. فهو بقى هي كانت ستاند اب كوميديان. لا انا بتفكرني بحد تاني. انا مش هقول هي مين يعني. هي بتفكرني ببنت برضه مش هقول هي مين. ستاند اب كوميديان لا مش هقول. ما تحاولش خبطي مع بس هي اقسم بالله انا بعد ما اتفرجت على الحلقه عشان اقولها لك والله يا عسل. ماشي يلا اتفضلي. انا اتفرجت على مشهد سنتي خليفه وبفتح التيك توك لقيت اللي انا بتكلم عنها دي عامله فيديو مقارب جدا لدور سنتي خليفه. بس ما بتهزرش يعني قال لي لا هي مش طالعه اللي بتتكلم بجد. فعلى فكره هي عامله دورها حلو. يعني لا انا اقتنعت والحمد لله ان التوليفه دي موجوده بصراحه. الحمد يعني لله. انا مبسوط. ما فيش حد مضايقني منهم. لا وشرقيه عسل قوي.
الست دي لذيذه قوي، يا تحس ان عسل هي أوي. طالعه من توي ستوري مثلا، ايوه فاهماني؟ ايوه تحس ايوه، ان في دي كرتون، دي حاجه مش طبيعيه. لا زي العسل. تعالي بقى نروح على شخصيات الملعب ماشي، دي. فريق ما اتمناوش لألد اعدائي. هو ده فريق ما والله ولا يلعب، بيقول لك يلعب في فريق درجه اولى، ده بيلعبش دوله رمضانيه دي حقيقة. يعني، ده اخره بالظبط. انا هبدا باحلى كاركتر بالنسبه لي، وانت تبداي باحلى كاركتر بالنسبه لك. ماشي. انا بالنسبه لي احلى كاركتر الواد المتشائم اللي هو حسب الله ونعم الوكيل اللي هو على طول اللي كان عايز ينتحر مقموص من من اي اي حاجه. مكان. ده بالنسبه لي الواد بياخد الموضوع على اعصابه ده قوي. كان بيضحكني جدا بصراحه. ماشي، انا الولد المحشش هو اللي بيضحكني. اه ده مفضل بالنسبه لي، عشان انا بحس ان هو حتى في الباك جراوند لو مشهد مش عليه، بص على نظرات عينيه لاقيه سماحه. هو انت بتمثل ولا هي عاجباك بجد؟ ده مش مفهوم ده. لان انت باصص لها بصه اللي هو تعالى بقى نروح للكاركتر ماشي. اللي هو اللي بجد مش مفهوم. لا قصة شعر مفهومه، لا رجل مفهومه، لا ماشيه مفهومه، لا كلام مفهوم. انا ده سؤال الحلقه. هو الراجل ده نفس الراجل اللي هو بتاع انا مش قاصد والله، لا مش اللي هو كان بيعمل فيديوهات؟ لا مش هو؟ مش عارف شبهه؟ لا يا بنتي مش هو يعني في اتنين بنفس الشكل في الحياه. يخلق مش شبه 80. يعني مش قاصد. لا مش هو. مش هو. يبقى نجيب ده في الماتيريال. طب تفتكر هو؟ لا ما يمكن والله يطلع هو يا بنتي، لا والله. ماشي. بس هو ايه يعني، قصة الشعر كانت غريبة. القصه تحفه. عارفة بقى، هنا برضو نرجع للكاتب، لمميزات الكاتب. ان انت استحاله تصدقني في كاركتر زي ده موجود في الحياه، فان انت يبقى موجود وتصدقيه وتبلعيه. من ايجابيات الكتابه ان هم لما كل واحد كان بيحكي عن حلمه، والحته دي دراما شويه 3 دقايق كان الموضوع ما خدش اكتر من 3. لمستني جدا وصدقتهم قوي، مع ان يعني واحد محشش وواحد مش قاصد وواحد ما صدقش منهم مشاعر. 2 كمان برضو مش عايز انساهم، الافارقه. لا طلع من الملعب دلوقتي. الاثنين زوجات اسمه انا عايز اقول لك، انا شيرين دي متابعها على انستجرام. هي شيرين دي كلاس جدا، فان هي تخرج من الكاركتر بتاعها. مش باين ده ريحه الكادر، ريحه برفان تركيب. لا فظيعه. هي اصلا هي يعني طريقتها لما بتشوفيها على انستجرام والاعلانات اللي هي عملتها وكده، هي كلاس خالص. فلما تشوفيها في الكاركتر ده، لا كانت جميله جدا، وبدايه ليها لا بدايه ليها موفقه جدا بصراحه. طيب هنروح على الايجابيات صاحبي، عشان احنا ايه يا باشا؟ بطل المسلسل ده معانا. ده معانا صاحبي احمد فهمي. لا ده احنا عايزين نتكلم عليه كتير بقى. احسن ايجابيه بالنسبه لي ان هو ما اللي هو ايه، انا مش البطل اللي هياخد الشو. لا صح. انا حابب ان الناس اللي معايا تظهر وانت طالع بشكل حلو، جميل. لان اللي حواليك مكملين لك الصوره، واللي بيضحك جنبك، واللي انت باصص على العبث اللي بيحصل. يعني انا ضحكني في مشهد القهوه لما اول لقاء ما بينه وما بين حاتم صلاح بالظبط. هو بصيته خلاص انا ضحكت. لا مش لازم بقى اقول كل الافيهات اللي في الدنيا وواحد منهم يلفق والاربعه التانيين ما مش داخل يستفزك انا كوميديان. لا داخل انا يلا مش هيحصل لك الكوميديا بالعافيه. وكتر خيره على الحركه الذكيه اللي هو عملها. لا هو كمان تطور شخصيته في العمل. يعني اول ما شفتيه بني ادم صايع خمرجي، يا انا مصدقه في الحته دي. بيرفع كاس الدوري وهو بيرفع كاس البيره، فاهماني؟ فيعني من المشاهد الحلوه قوي لحظه موت سيد رجب دي حلوه جدا. انا عارفه انا عارفه كده انا عارفه ان كده من الاعلان ان ده هيموت وان ده هيقول. انا فاهمه كل ده، بس الصدمه بتاعت اللي هو بس كده بسهوله هو رجع لورا مات. طب الفكره ان هو مش دي الفكره كمان، هو اللي مدي لابوس سيجاره الحشيش وكده. الفكره ان دي الحته دي اتمسكت عليه زله باقي حياته في الفيلم في المسلسل كله. طيب ويا ريتها ممسوكه بفلوس دي ب 52,000 جنيه. ب 52,000 جنيه او 250,000 جنيه. انت عايز تضحك عليا ولا اقول لك 52,000 جنيه؟ الكاركتر ده برضو بغض النظر انا الممثل ده مصطفى بسيط مش قوي بالنسبه مش من المفضلين بصراحه بس كتوظيف كان لذيذ قوي. اصلا فكره ان انت ما برضو دي برضو حركه ذكيه في الكتابه. فكره ان انت تعمل الشرير او الراجل اللي مزول البطل طول الحلقات بهذا القدر من الغباء دي تحفه. لا واحمد فهمي في يعني مع اي كاركتر هتلاقي بياخد ويدي. مع بنته علاقته حلوه قوي. مع غفران عشقته عسل قوي. وهو بيحاول يظبط اي سماحه سكر كله. علاقته بحاتم صلاح من اول ما كانش طايقه لحد ما بقى فعلا شايف ان هو لا ده اللي هينقذ الدنيا. انا حسيت بكل المشاعر دي. ده حقيقي. حلوه برخامته على اخته. صح. كل ده حقيقي. كلنا شفنا الحاجات دي، فاهم؟ ده حقيقي بقى. وفي كدبه كمان لما يقول اصل انا في واحد صاحبي في وصل الدهشور. لا مش وصل الدهشور، طريق شبربونها طريق طريق ايه؟ قولي شبرا بنها الحر. انت قلقان بجد ولا طريق انجليزي؟
شبرا بقى. شوف ربنا الحر. هو لا كان جميل فسكر. جدا وانا شفته بطريقه جديده بالنسبه لي. يعني انا بعد سفاح الجيزه اللي بالنسبه لي خيش، ده جميل جدا. خلينا خلينا في حتتنا، ما نروحش بره بعيد يا استاذ احمد، والدنيا حلوه قوي واستمر. يلا بينا. تعالى بقى نروح على ايجابيات هذا المسلسل الرائع اللي انا اتمنى منه. طب ايجابيات ولا اخراج؟ هنتكلم على اخراج من وسط الايجابيات، انا شايف كده. يلا بينا. اول ايجابيه مش هنتكلم عن الاخراج. عندنا فيكي، مش عشان اي حاجه تانية، عندنا فيكي يا صاحبي. التاليف احنا بقالنا النصايه بنتكلم عن التاليف. يحتاج حته كده في بدايه الايجابيات. التاليف كده انا بصراحه مش متوقع ان ممكن حد يجمع كل الشخصيات دي ويخليها لي عايشه معايا واصدقها كلها غير لو كاتب شاطر. حصل. واحنا كل كام سنه لما يطلع لنا كاتب كوميديا شاطر ومش سطحي. بالظبط. لان هو عادي، هو في المسلسل الواحد عامل لك مثلا كذا نوع من انواع الغباء، بس ده غير ده غير ده، وانت مصدق ده ومصدق ده ومصدق ده. فده احنا خلاص، دي اول حاجه بالنسبه لي. اول ايجابيه في التوب هي الكتابه. حصل. تاني ايجابيه الاخراج. عايزه اقف هنا شويه. لان هو انت انسان شاطر وعملت الحريفه 1 كمونتير والحريفه 2 كمخرج. فانت اتهرشت في الحته دي، فان انت تجدد من نفسك وانا اشوف نفس الحاجه اللي انت بتعملها بس انبسط وانفعل معاك بطريقه الملعب جديده. نفس الماتش، نفس الكاركترات. يعني انت لو الواد المحشش ده وربطيه بكزبره تمام، يعني هتلاقيها قريبه من شخصيات الحريفه، بس انت خليتني احس ان هي مش قريبه. بس هو مونتير شاطر جدا 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 وده جدا نفعه جدا ده جدا نفعه في حاجات كتير لان جدا. من اهم عوامل نجاح الحريفه 1 المونتاج طبعا، والاغاني وحركه الكاميرا. نفس الحكايه بالظبط. لان في كده يعني اغاني كده بتنزل فجاه على كنت لسه بنتكلم على المشهد ده، الليله بالليل في خناقه بتحصل وسواقات الليله. انا كنت قاعده مبسوطه قوي مش عارفه ليه يعني. فلا كان والكادرات بقى حلوه. وانت يعني انا اعرف مخرجين لما بينزلوا في الملعب بيضيعوا. لا انت بتعرف تاخد كادرات الملعب صح وبتضحكني وبتعرف تلعب بكل حاجه. انا بنت اهو يعني مش كربه حوار الماتشات. انا مش الشخص اللي هو بيقعد يتفرج، لا ماتش شغال تمام، ماتش مش شغال اوكي يعني فاهم. لا انا في لحظات تحمست فيها واللي هو وليه ومش ليه، اللي هو ايه ده. زي ما احنا كنا بنقول ان المخرج بيبقى شادد ايقاع. انا الايقاع بتاع الحلقات مشدود بطريقه تحفه. ده مشدود لدرجه اللي هو يعني ايه 10 حلقات بس، ما تدونا 5 كمان. واختيار مش المخرج في اختيارات طبعا. انا التوليفه دي اللي انا مختارها ومجمعها، انا مش عارف جمعتها ازاي واخترتها ازاي، بس انا نجحت. وبيعرف يلعب الكاميرا حلو قوي. شابوه. بيعرف يلعب، بيضحك بالكاميرا وبيعيط بكل حاجه. شابوه. ما هو ما عيطنيش، مش عايزين بس مش عياط، بس في لحظات اللي هو ايه، في لحظات كسر كده وفي اللي هو لما خلاص يأس في النادي والنادي بيقع راح جاي ماشي. اللحظات اللي هم كل واحد بيحكي لا لمسني في حاجات كتير جدا. فلازم نابريشيت الراجل ده، يحترم يعني. ومن ضمن الايجابيات برضو في الاخراج الناس اللي هو مطلعها. انت كل الناس دي تقريبا انت ما شفتهاش قبل كده. ده حقيقي. فان انت توظفهم بالشكل ده، لا دي شطاره بطريقه جديده وحلوه جدا. فدي شطاره. انت الولد الصعيدي ده انا ما شفتوش قبل كده، ولو شفته يبقى شفته في تيك توك وانا مصممه ان هو والله ما هو ماشي محمد يا نبيل فوق. فلا فدي شطاره. وغير الولد الصعيدي شرقيه، انا ممكن اكون شفتها في اعلانات بس ما شفتهاش في انا بتمثل قبل كده. بس انا مش فاكر لمحها. انا حاسه ان هي كانت في اعلانات، واعلان بقى كومباوند جبنه، عارف انت انت بتبقى شايف الست اللي هي شعر ابيض دي في الخلفيه، بس انت مش ممكن اكون انا بقوله ده هبد. لا عادي، بس انا حاسه ان انا شفتها. لمحتها في اعلان كده، كان الناس بتاكل شيبسي وبيطلع نار من بقها. يبقى اهو في اعلانات والله صح. يبقى احنا اتكعبلنا فيها في شيء ما يعني. صح. فانت برضو تجيب حد ممثل اعلانات وتخليه يمثل ودور ويطلع حلو كده، ويطلع حلو. وبرده هي مأديه حلو مع بنت الصغيره ومع احمد فهمي فلا وانت كمان ما رحتش يعني برضو ايه في ادوارك البنت الصغيره، او سواء كابوزيا او سواء برضو المخرج اكيد مغير حاجه يعني طبعا. مغير حاجه عشان الشخصيه دي تطلع بطريقه جديده. اول حاجه غيرها ان انا اول مره اشوف البنت دي الصغنونه دي. ما مثلا ما اعتمدش احنا في كذا بنت وفي كذا وش احنا متعودين عليهم. لا احنا ما استسهلش وقال ما احنا مجربينها يلا بينا. بالظبط. لا ففي شغل وفي مجهود يحترم جدا. بالظبط. نكمل الايجابيات. بس احنا تقريبا لمينا كل الايجابيات يعني في الاخراج وفي الكتابه. بس بقى في شويه رفايع برضو قوموا الليله. انا عشان احنا من ورا الكاميرا فلازم نذكر الناس اللي ورا الكاميرا. دي حقيقه. بالظبط. مدير تصوير
يعني لان شاطر هو عمل جدا. مجهود جبار. هو اه صور ماتشات وصور مسلسل. انا بالنسبه لي بجد هو صور ماتشات ومسلسل ده حسام حقيقي. حبيب، والراجل ده شاطر جدا 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 لا وفي كادرات حلوه في الخناقات وفي الحاجات قوي دي قوي. لا في شغل ما بيضحك بالكاميرا يا جماعه. ده حقيقي. يعني انا عارفه الاكسبريشن ده تحس ان احنا ما طارق حدش الشناوي، هيفهم بس قوي انت بس هتفهمه لما يعني تشوفه. ده يعني حقيقي. في حاجات صح. مش هينفع اشرحها لك، ده هتفهم. حقيقي. ده بيضحك بالكاميرا والميوزك كانت حلوه قوي. قوي. التتر رهيب، ده التتر حقيقي. التراس قوي، فحلو قوي. اه اللي عمل مصطفى حدوته. تحفه. هو مصطفى حدوته بحس ان مدير فيه تصوير كده حسام حبيب. ايه. مدير تصوير حسام حبيب، اه فبما انك ذكرت اسم فبذكر يا ما كملي. ماشي. ماشي. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ ما علينا. المهم يا جماعه، مصطفى حدوته ده برضو راجل بقاله فتره في البيك يعني. ماشي. عمل اغاني النانسي والهايفه فالراجل ده برضو مش ايوه هو اسمه يدل ان هو مهرجانات، بس لا هو راجل عامل اغاني حلوه. بشوف على تيك توك. ضحك وضحكت له وهو بشوف على ده. تيك توك بيعمل على اغاني وانا اغنيه بس عنده ايجو ابن لذيذ. ما علينا، مش موضوعنا. بس حلو يعني لو اجوا على حاجه حلوه ما لايك يا باشا. حصل. بس احنا كده ايه، قفلنا تصوير، قفلنا موسيقى، تعالى بقى نخش على السلبيات اللي هي مش كتير. يلا ندخل على السلبيات. ندخل على السلبيات. ماشي. ايه اول سلبيه بالنسبه لك؟ يعني اللاين بتاع اخته مثلا. يعني مش عشان تخصيما معاها ولا عشان هي وحشه. لا هي ممثله انا لذيذة. بحبها اصلا من ساعه ما كانت بتعمل فيديوهات. بس تمام. هي اللاين جالها شويه. اللاين بتاعها انت تفتح الحلقه الاولى تلاقيها بتقول ان انا عايزه تفتح بارتيشن في النادي بتاع بوكسرات. اعمل سكيب وخش على الحلقه الرابعه. عمر انا عايزه افتح بارتيشن في نادي بعد اذنك بتاع روحي العشرة برضه هتلاقيها بتتخانق مع صيام بقى. يعني كفايه، ما كفايه لوجي بقى. حتى لما حاولوا يغيروا في اللاين جابوا لك ان هي رجعت لخطيبها القديم اللي هو رجع معاهم في الفريق. اصل احنا عملنا ايفورت في الكتابه في كل ده، فما جه على اللاين ده يعني طب جملتين زياده زودوا يعني. حتى معاك ممثله لطيفه مش وحشه فانت ممكن تزود لها وتجيب معاك. بالظبط. احنا ما اهتمناش باللاين ده قوي فطلع بس انا مش مسبب لي ازمه لان احنا برضو ما حملناه. انت شارين من باقي الحاجات. في باقي اللاينات كلها انت طالع زي الل يعني. فيا عم ماشي. فده ده سلبيات. السلبيات برضو بالنسبه لي ان في الفاظ. واحنا معانا اطفال في احنا معانا طفله على البوستر، فاذا انت ما بتستهدفش فئه الكبار بس. بالزبط. انت بتستهدف فئه الاطفال. يعني انا مش هروح اقول مثلا لاحمد فهمي ايه ده مستر اكس فيه ايحاءات. هو فيلم مصنف بلس 18 بالزبط. او بلس 16 بالظبط. فاتس اوكي. لا انا بس ما تجيبليش مسلسل البوستر بتاعه عليه طفله ويبقى فيه ايحاءات واضحه. انا في اخر حلقه كانت شتيمه. ما في اكيد الناس كلها اخدت بالها. سحب لي وانا ما علينا. وكلنا خدنا بالنا من يعني باينه. الموضوع كان صعب يعني. فاهم. فلا يعني ماشي. انا عارفه ان في ناس ما عندهاش مشاكل في ده، بس في ناس عندها مشاكل والناس الاكتر عندها مشاكل. يعني في اطفال. وبعدين ده مسلسل نعمل ده في السينما. انت واخد حته كوميديا كده وواخد حته طفوليه ما تبوظهاش. وده باين من المباشره يعني. ده ينقلنا لسلبيه كمان اللي هي المباشره ان انت اللاين الشرير مثلا. انت شرير واحنا ممكن نتخلص منه. انا عندي مشكله ان احنا من اول حلقه هو ليه ما بيطردوهوش. لا اللي هو ايه، احنا قاعدين بندور على اللي بيفتن علينا. ايه الهبل ده يا جماعه؟ ماشي. بس هي عالجوها بان البنت الصغيره بتلندك مع كار 24. قعدنا 4 حلقات في الاخر انت مشيتهولي عشان شرب سحلب للحارس. وهو بعدين هو الشرير برضه قايم بدور الشرير قوي، اللي هو دايما واقف في الخلفيه كده اللي هو ايه ده اللعيبه بتشرب حشيش. ايه ده اللي مش يا ريته بجد. اصل قهرني في الاخر ان هو ما مشاوش عشان حاجه قويه. وبعدين سايبه بقى بيمشي يعني هو بيمشي. هل هو ماسك مثلا زل على المنتج؟ ما تمشيه يا عم. اديله 52,000 جنيه. ما تديله اجري وروحه يا عم. في وقعد خانقنا ليه واقعد بقى حارب لوحدك قصه. انت كده وكده هتقع يعني. انت بالفريق ده لو ما مشيتوش هم عايزين يعملوا صراع. ما كان غير مبرر. كان غير موفق يعني. احنا اتكلمنا في الكتابه بس دي من سلبيات الكتابه. وبعدين احنا عندنا شرير مش مذاكر شر كويس. يعني انا لو انا عايزه اذيك هاجي انبهك كل شويه انا بعمل حاجه. لا طبعا. يعني لو نبيل خلي بالك عشان في ناس جايه تحلل المخدرات للعيبه بتوعك. ايوه. اللي هو يعادل البيت. يعني اللي هو طب انا شرير ومعروف للفرقه كلها ان هي شريره. لو طبيعي ان انا اجي لك في نص الماتش اجيب لك سحلب واقول لك اشربه عشان ده مكافاه ليك ان انت كنت شاطر. ده مش منطقي برضه يعني. وانت حوت ايه السحلب اللي انت رايح تشربه في نص بين الشوطين؟ مش بيشربوا ميه باين. ايه ده؟ دي حاجه جديده بالنسبه لي ان انت ممكن تشرب سحلب وتنزل تكمل دي. فعبس. لا بس هو عمل اللاين بتاع المخدرات اللي هم جايين اللايح ده عشان الكاتب كان عايز يودينا الكابوزيا وهو بيلحق كانت تتعمل باي طريقه. فكان لازم كان يبقى حد يعرف من بره مش الشرير هو اللي يروح يقول لهم يا جماعه ايه ده ده كده مش شرير. ده حقيقي. ده عبط.
يعني والله زي ما قلت لك هو كان المفروض يمشوه، بس هو الراجل ده كان ماسك حاجه على المنتج او المخرج، فكان عايز يكمل معانا في الحلقات. يا عم عدل فداك، بس. يا عم تعالى فداك. نخش على التقييم. طب يلا، خلاص بقى كفايه سلبيات كده، تعالي تمام، نخش على التقييم. يلا بينا. النتيجه النهائيه، تيجي كده تتفرجي عليه نهائية. ولا ما تتفرجيش عليه؟ اتفرج عليه جدا، امم بس لازم ابقى معديه ل 18 سنه. بالظبط، يعني ما لو تتفرجيش عليه حد، لو في اطفال في البيت يا جماعه ننيمهم بعد كده سدوا نتفرج دمكم. على بالظبط. لا، ما في حاجات باينه. ايوه. في في حاجات كتير باينه. ماشي فلا، اوكي لو يلا. معانا اطفال ما نتفرجش عليه، نتفرج عليه لوحدنا. ماشي. بس لا، تتفرج عليه وتنبسطوا قوي انا انبسطت جدا جدا. بس